أحمد كان شايف حياته مستقرة، 7 سنين جواز، زوجة، طفل، وشغل ناجح. نسرين زوجة محترمة وطيبة وجميلة، بتعامل أحمد وابنهم كويس وبتحبهم. كريم زميل شغل عادي في البداية، أعزب بس كان شخصية منعزلة، لكن بسرعة بقى أقرب حد لأحمد. كريم كان غريب شوية، دايما هادي زيادة عن اللزوم، بيظهر فجأة ويختفي فجأة. في مرة أحمد كان قاعد مع كريم والكلام كان بيجيب بعضه. أحمد قال لكريم ما تيجي تتغدى عندي النهاردة. في نفس الوقت مدهوش فرصة للرد، وكلم نسرين وعرفها إن في ضيف هيجي معاه، على أساس إنها تحضر الغدا. نسرين فتحت الباب، وأول ما شافت كريم وشها اتغير، خوف مش صدمة. أحمد لاحظ الموضوع، وبعد ما كريم مشي سألها: مالك؟ أنا حاسس إن انتي ما كنتيش على طبيعتك وخايفة. قالت له: أنا حاسة إني شفته قبل كده، كنت قلقانة وخايفة، معرفش ليه. بس أحمد حاول يطمنها، بس هو كان متوتر لأن كريم مرضاش ياكل، ومن بعد ما مشي وهو حاسس إن في حاجة غريبة في البيت. بس قال أشغل قرآن من التليفون عشان يهدى. الأيام عدت، أحمد بدأ يلاحظ حاجة أخطر: كريم يعرف تفاصيل عن بيته وعن مراته وعن حياته. وفي مرة كريم قال له جملة غريبة: مش كل حاجة شايفها تبقى حقيقية. أحمد في اللحظة دي اتأكد إن الشخص ده مش طبيعي ومريب. وفي ليلة أحمد قرر يروح لكريم في بيته، هو نفسه يتأكد إن كل اللي حاسس بيه دي مجرد أوهام. أول ما وصل ولسه هيخبط، الباب كان مفتوح والشقة ضلمة. دخل ببطء وسمع صوت مش غريب عليه، صوت نسرين بتتكلم وكريم بيضحك. أحمد قرب وفتح باب الأوضة. اللي شافه وسمعه ما كانش طبيعي. نسرين واقفة وكريم كان واقف وراها، وبصوت عالي قال: تعالى يا أحمد، أنا مستنيك. لما أحمد دخل لقى كريم شكله غريب، ملامحه بتتشوه كأنه شيطان، وعينه ما كانتش بشرية. نسرين بصت لأحمد وقالت بصوت مرتعش: هو مش بيخليني أسيب. مرة واحدة كريم شكله اتحول وبقى نسرين، وابتسم وقال بهدوء مرعب: أنا كنت هنا قبل ما تتجوزها. أحمد ما بقاش فاهم حاجة، هي مين نسرين فيهم؟ لكن فجأة نسرين الحقيقية بدأت تضحك، ضحك بطيء مرعب مش طبيعي. أحمد بصلها بصدمة وقال لها: انت خايفة منه مش كده؟ لكنها قربت خطوة وقالت بهدوء: أنا اللي جبته. قلب أحمد وقف لحظة. كريم ابتسم، لكن المرة دي كأنه مش المسيطر. نسرين كملت: 7 سنين وأنا مستنية اللحظة دي. أحمد رجع خطوة وقال لها: لحظة إيه؟ نسرين بصت له وعينيها اتغيرت وقالت له: إنك تعرف. أحمد حاول يستوعب، لكن فجأة افتكر حاجة. كل مرة كان بيحس بتعب، كل مرة كان بينسى حاجات، كل مرة كان بيحلم بكوابيس أكيد ما كانتش صدفة. نسرين قالت: هو مش جاي ياخدني، هو جاي ياخدك. أحمد حس بجسمه بيتقل ووشه بدأ يختفي كأنه بيتبخر. أحمد بص في المراية اللي قدامه، لكن اللي شافه
خلى قلبه يقف. انعكاسه ما كانش هو، كان كريم. لكن مش بس كده، كريم في المراية كان واقف وبيبتسم وبص لنسرين وقال بهدوء: خلصنا. من الصدمة جسم أحمد وقع على الأرض بدون حركة، بدون نفس. نسرين ما صرختش ولا اتحركت، بس بصت للمراية وقالت: استنيت كتير. في اليوم التالي ابنهم كان قاعد مع أحمد، بيضحكوا، بيلعبوا، كل حاجة طبيعية. لكن الطفل وقف فجأة، بصله وسأله: انت مين؟ أحمد سكت لحظة وبعدين ابتسم، نفس ابتسامة كريم. مش كل اللي بيرجع بيكون هو، وأحيانا اللي بياخد مكانك بيعيش حياتك أحسن منك.